طيب مش معنى إن أنت في استوديو فأنت لازم تستخدم هيدات إضاءة غالية جدًا عشان تقدر تطلّع صورة حلوة، بالعكس خالص، أنت ممكن بفلاشات تقدر تعمل أحسن setup وعادي جدًا. الموضوع هيختلف شوية في القِيَم اللي هتستخدمها في الكاميرا، ما لوش علاقة خالص في شكل الضوء، لإن شكل الضوء تقدر تعمله بcontinuous light، بflash light، بhead، بأي حاجة أنت معاك ومتاحة معاك. إحنا النهارده هنعمل setup سريع كده بالفلاشات وبأبسط المعدات. إحنا معانا أول أوكتة جبتها في حياتي اللي هي ال55، باين عليها إنها متهالكة، والفلاش التاني هنستخدمه وعليه الفلاش ديسك، أنا كنت ناسي اسمها بس تمام، وعليه الفلاش ديسك، وهنعمل بيه setup ونشوف إزاي باقدر أعمل setup بفلاشات. طيب إحنا دلوقتي هنستخدم أول إضاءة معانا اللي هي الأوكتة ال55، هنخليها بزاوية 45 على الموديل. أنا ليه بعدت عن الباك جراوند؟ أنا عشان عايز الإضاءة تبقى على الباك جراوند جراي أو تعتبر بلاك خالص، وهاعمل ريم للموديل بالفلاش التاني عشان يفصلها لي شوية عن الباك جراوند. هاجرب أشغل الريم مرة وأطفيه ونشوف الصورة هتبقى عاملة إزاي. طيب الأول أنا هاشغل المين لايت لوحده، خليكي ستريت توتالي ليا، أيوه حلو أوي. تاني دي كإضاءة بيزك هي أنا تمام معاه، ما عنديش مشكلة، عندي بس مشكلة إن وشها الناحية التانية فيه شادوهات، فهابتدي أرِم بالفلاش ديسك. يلا بينا. حلو أوي، أنا هاوريكم بس الإفكت بتاع الرِم لوحده. ده الإفكت بتاع الرِم لوحده، هو بس فيه مشكلة، هو واصل لمناخيرها فأنا ممكن أرجعه لورا شوية بحيث إن هو ما يوصلش لمناخيرها. يلا تمام، حلو أوي، كرِم حلو. هابتدي بقى أشغل المين. حلو أوي، خلينا نشوف الصورة ألوان. حلوة أوي دي. طيب هاجرّب أبعدها أكتر عن الback ground واستخدم بس الأوكتا وأشوف الصورة هتبقى عاملة إزاي. طيب إحنا مش معانا back ground سودا، فإحنا هنستخدم الريفليكتور على الناحية السودا علشان يبقى هي الback ground بتاعتها ونشوف الصورة هتبقى عاملة إزاي. حلو أوي. طيب أنا هنا عندي بس مشكلة إن الريفليكتور حجمه صغير بالنسبة للكادر بتاعي، بس ده سهل جدًا في الediting، ممكن باعمل generate عادي أو ممكن آخد الصورة بالطول الموضوع يتحل. أنا دلوقتي بس هاحط الرِم عشان ينورها أو يفصلها عن الباك جراوند شوية. وده كان الإفكت بتاع وحدتين إضاءة وهما الفلاش، فبأي معدات تقدر تطلع صورة على حسب ما أنت عايز.